لو فاكر ان الجدل اللي حصل في ماتش مصر والارجنتين ده كان حالة استثنائية، فانت كده ما تعرفش تاريخ كاس العالم. لان قبل الفار وقبل الكاميرات كان في قرارات كتيرة غيرت مصير البطولة، قرارات خلت منتخبات تكسب كاس العالم ومنتخبات تانية تخسر حلم عمرها، ولحد النهاردة الناس لسه مختلفين عليها. بس في الحلقة دي مش هنعتمد على كلمات السوشيال ميديا ولا حتى نظريات المؤامرة، احنا هنرجع للوقائع والمصادر الرسمية ونشوف ايه اللي حصل فعلا وايه اللي كان مجرد جدل لحد النهاردة. وتعالى نبدأ اول قصص. في نهائي كاس العالم 1966 انجلترا كانت بتلاعب المانيا، والنتيجه كانت 2-2، والمباراه ساعتها راحت لوقت اضافي. مهاجم منتخب انجلترا شاط كره قويه جت في العارضه ونزلت على الارض وارتدت في الملعب تاني. ساعتها الحكم وقف الملعب وبص المساعد، وبعد ثواني فسابها هدف. محدش قدر يحسم بشكل قاطع ان الكوره عدت خط المرمى ولا لا. الهدف ده فضل واحد من اكتر الاهداف في كره القدم جدلا، وخلت الفيفا بعد سنين تعتمد تقنية خط المرمى. ولو فاكر بقى ان ده اغرب قرار فاستنى اللي جاي. الارجنتين ضد انجلترا، مارادونا بيجري على الكورة والحارس يطلع يمسك، لكن مارادونا سبق الكل بايده والكرة دخلت جول. الحكم احتسب الهدف ولاعيبة انجلترا كلها اعترضت، لكن الحكم اصر يحسب الهدف. ده كده معناه ان الارجنتين عامله مشاكل من زمان بقى. وبعد المباراة مارادونا قال الجملة اللي خلدت اللقطة للابد: كانت قليلة من رأس مارادونا وقليلة من يد اللاعب. والمفاجأة ان بعدها بدقايق سجل واحد من اجمد اهداف كاس العالم على مر التاريخ في نفس المباراة، عشان تفضل المباراة دي شاهدة على اشهر هدف غير شرعي واجمل هدف مهاري في تاريخ البطولة كلها. لكن يمكن اكتر بطولة اتكلم عليها العالم كانت 2002. كوريا الجنوبية وصلت فعلا لنصف النهائي، انجاز تاريخي، لكن الطريق كان مليان قرارات اثارت كمية جدل غير طبيعي. قدام ايطاليا في اهداف كتيرة اتلغت وطرد كان مثير للجدل، وقدام اسبانيا اتلغى هدف وبعديها بشوية اتلغى هدف تاني، ومع ذلك كوريا اتأهلت. ناس كتيرة قالت ان البطولة دي متفصلة لصالح البلد المستضيف، لكن الحقيقة ان الفيفا اعترفت ان في البطولة دي كان في اخطاء تحكيمية. طب ما احنا حلوين اهو وبنعترف بالاخطاء التحكيميه، لكن مفيش اي تحقيق رسمي اثبت وجود مؤامره او حتى تلاعب في النتائج. وده فرق كبير بين القرار يكون خطا او البطوله تكون متفصله. وبعدها بسنين حصل لقطه غيرت قوانين اللعبه نفسها. كاس العالم 2010 انجلترا بتلعب المانيا. فرانك لامبرت شاط كرة خبطت في العارضة. فرانك لامبرت شاط الكرة جت في العارضة ونزلت جوه جون بحوالي نص متر بالكامل. كل اللي في الملعب شافوها الا الحكم. اللعب استمر، لا في جون ولا في مراجعة. والغريب ان انجلترا خسرت المباراة، لكن كرة القدم كلها كسبت، لان الواقعة دي كانت من اهم الاسباب اللي خلت تقنية خط المرمى تدخل كرة القدم رسميا. لكن هنا في سؤال: هل كل لقطة مثيرة للجدل يبقى الحكم غلطان فيها؟ الإجابة لا، عشان في ربع نهائي كاس العالم 2010 كانت غانا بتلعب ضد الأورجواي، عشان في آخر ثانية الكرة كانت رايحة جون وسواريز واقف على الخط وشالها بإيده، وساعتها الحكم طرده فورا واحتسب ركلة جزاء. كده ساعتها الحكم طبق القانون بالحرف، لكن غانا برضه ضيعت ضربة الجزاء، وساعتها الأورجواي هي اللي اتأهلت. عشان كده ناس كتيرة شافت إن سواريز فعلا غشاش، لكن الحكم طبق الحالة تحكيمية صحيحة 100%. وده بيفرق بين خطأ لاعب وصحة قرار الحكم. طب هل بقى الفار أنهى كل ده؟ الحقيقة إنه لا، هو قلل الأخطاء الواضحة، لكن الجدل عمره ما انتهى، لأن التكنولوجيا بتطبق القانون، لأن القانون نفسه أوقات كتير لازم يكون قابل للتفسير، وعشان كده هتفضل فيه قرارات كتير كل واحد بيشوفها من زاويته. وفي النهاية أكتر حاجة بنتعلمها من كأس العالم إن مش كل اللي بنسمعه بيكون حقيقي. في فرق كبير بين واقعة مثبتة واتهام ورأي شخصي. وعشان كده المرة الجاية لما حد يقول لك الحكم سرق بطولة، تسأله سؤال: الكلام ده مثبت فعلا ولا ده مجرد رأي قرر لغاية لما الناس صدقته؟ فلو عندك قرار تحكيم شايف ان هو غير تاريخ كأس العالم، اكتبولي في الكومنتات وهو ممكن يكون موضوع الحلقة الجاية.